هذا أخطر وأهم فيديو في مسيرتي كلها. عزيزي الأب، بدي منك أنت وزوجتك يكون مصدر الخوف والعصبية والرهبة تبع الأولاد هو الأم مش أنت. خليك معايا. بدي الأم هي اللي بتعصب وهي اللي حتى بدها تصرخ بس ممنوع الضرب، وأنت تكون الملجأ تبع الأولاد اللي يهربوا بنامهم ويتصرخوا ويجوا لك. طب أنت رح تقول لي طب ليش أنا كأب مش أنا اللي أكون أنا اللي أخوف وأصرخ؟ رح أقول لك ليش. لأنه تأثير صراخ وعصبية الأم على الأطفال ليس بخطورة عصبيتك أنت عليهم. أمهم قاعدة معهم طول الوقت وعلاقتهم فطريا في أمهم تختلف عن علاقتهم فيك. مهما صرخت عليهم وضربتهم رح يرجعوا لها، لكن أنت لما تصرخ عليهم وتضربهم عمرهم ما رح يرجعوا لك، رح يخافوا منك ورح تعملهم مشاكل نفسية وسلوكية وأمراض حتى كمان. هي تصرخ عليهم، تعال بابا حبيبي عندي، تعال قولوا لي إيش بدكم، يعني هي تشد وأنت اللي ترخي وليس العكس.